شنو الشعر اللي يشدك؟ الشعر العاطفي يعني أكثر شيء، أكثر شعر يشدني. اشمعنى؟ يشبهني لأن أنا شخصية عاطفية زيادة عن اللزوم، فيشبهني. زيادة عن اللزوم ليش؟ أنا حساسة وهذه مشكلة، يعني أشوفها نقمة مو نعمة، لأن أي شيء يعني يتعبني حتى لو أكتم. قبل كنت أعبر أكثر، أعاتب أكثر، الحين وصلت من كثر ما يعني عانيت وصلت لمرحلة الصمت، فأعبر عن مشاعري بقصايدي فقط لا غير. مو زين كذي، ممكن في لحظة أنك أنت تغضبين وتدمرين. ممكن، الله أعلم. اتقي شر الحليم إذا غضب، صح؟ شاعر له لون خاص فيه، شنو اللون اللي تحسين انه هو الاقرب حق دلال؟ أنا كلاسيكي بس أكثر لون، يعني أحب كل الألوان بس هذا يعني رقم واحد بالنسبة لي. ولليوم الأعمال الغنائية اللي نزلت أشوفها يعني قليلة جدا انها تبين لون دلال المقهوي الحقيقي. الاعمال الجايه ان شاء الله اللي نزلت وانطرحت بالساحه راح تشوفون عدل هذا اللون مبين بشكل اكبر. وين تبي توصل دلال لوين؟ لا انا طموحي كبير. يعني قلت لك بديت من الصفر والحباطات ما كانت يعني سهله. اقدر اقول اني بعدي بالادريه الاولى لكن طموحي كبير ان شاء الله. وبعد مهرجان يعني اكون صريحه الشارقه للشعر النبطي في الامارات يعني خلوني اواجه جمهور ولقيت رده الفعل كانت جدا حلوه ولقيت تقبل من الجمهور، فهذا الشيء خلاني يعني اصر اني انا اوصل. قدمتي في المهرجان؟ قدمت أمسية في مهرجان الشارقة للشعر النبطي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وكرموني أيضا بالإمارات منسقة مهرجان الشارقة الأستاذة علياء العابري والأستاذ بطل مظلوم. فرصة كانت جدا كبيرة اني ومجازفة كوني شاعرة غنائية تواجدت في مهرجان شعر نبطي. صح. يفرق النبطي، يفرق، وقلت قصايد نبطية وانا شاعرة غنائية والحمد لله توفقت يعني. حلو. واكتشفت جانب ثاني اني انا قادرة اكتب نبطي.